السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل صبا. نتوما تشوفوا في الفيديو تاع نهار اليوم اللي راح يكون فيديو عبارة عن وصفة راح نديرو مع بعضنا مملحات اليقطين، ونورمالمون شفتوهم في العنوان وراهم طوندونس خلاص يا البنات اليامات هذوما في التيك توك بعجينة سحرية قطنية وراح ديري بها كامل المملحات على خاطر العجينة دي من بين المعجنات اللي ناجحة 1000000% ويجيو خفاف خفاف للدرجة ما تصوروهاش. نسيوهم قبل رمضان هكا باه نقارديوهم ان شاء الله رمضان الكريم. قبل هذا حبيباتي ما تنسوش تصليوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونبداو على بركة الله. راح نجيبو كاس تاع 250 مليلتر، راح نديرو الكاس الاول تاع الحليب يكون دافي يكون معمر، ونزيدو كاس الى ربع ثاني تاع الحليب حتى هو يكون دافي. بعدها راح نضيفو ربع كاس تاع الزيت، يعني نفس الكاس راح نقيسو به كامل المقادير. نبداو بالسوائل وبعدها نروحو للنواشف. راح نضيفو مغرف تكون محمرة تاع الخل هكا باه يخلي لاباط تاعنا تجي هشيشه. راح نخلطوا السوائل هذوما كامل مع بعض كما راكم تشوفوا كما يتجانسوا هذا الخليط، يعني نحاولوا ان ندخلوا الزيت مليح مع ذاك الحليب. وبعدها راح نجيبوا العظمه، راح نديروا الاصفر تاع العظمه في الحليب هذاك والزيت، والابيض نخليوه على جهه باه من بعد نطليو به المملحات نتاعنا. راح نخلطوا ثاني هذاك صفر بيضاء مع هذوك السوائل كامل حتى يتجانسوا. راح نزيدوا معاهم مغرف تاع السكر. دوكا نديروا النواشف، راح نديروا مغرف تاع السكر، وراح نديروا الكميه تاع الملح. انا درت حوالي مغرف هكاكا صغيره. راح نزيدو نخلطوهم شويه، ومن بعد نروحو نجيبو الفرينه. بعد ما كملناهم كامل دوكا نجيبو الفرينه، يعني بات سهله خلا وما تديلكش الوقت. راح نضيفو الفرينه هكا بالتدريج حتى نتحصلوا على لاباط ما تكون ناشفه ما تكون جاريه. راح نستعمل اليوم الخميره الفوريه من توابل عنتر. راح نديرو مغرف ونص، هي ديجا ساشي واحده فيها مغرف ونص. فوالا راح نخلطوا المكونات كامل كما شفتوا باللي الفرينه ما درتهاش كامل. راح نديرها شويه سائله، نخلطوا المقادير هذوك كامل مع الخميره حتى يتجانسوا، ومن بعدها نضيفوا الباقي الفرينه يا البنات. وبعدها راح ندير يدي باه نعرف القوام نتاعها، يعني نلموا برك باليد حتى نتحصلوا كما قلت لكم لاباط ما تكون لا ناشفه ما تكون جاريه نص نص. راح نحطها في البوطاجي، ومن بعد نبدا نلم فيها كما راكم تشوفوا، يعني نخليو هذاك يتخلط بيان. وبعدها راح نزيدوا لها نص مغرف تاع زبده باه تخلينا لاباط تاعنا من بعد تجي طريه. نحاول اني ندخل لها زبده ذيك مليح ونحطها في الريسيبيون. بعد ما ندير لها طبعا شويه تاع الفارينه ونغطيها ببلاستيك ولا نغطيوها باي حاجه ونخليوها تخمر على جهه. جيست ما نروحو نديرو الحشو. نجيو دركا حبيباتي للحشو، يعني كل واحدة والطريقة تاعها. بصح الحشو تاعي البنات راح يجيكم بزاف بنين. راح ندير 3 مغارف تاع الزيت، حندير نص حبة بصل، حبة زرودية، شوية زيتون مقطع، معدنوس وفلفل. تقدروا ديروا الحار ولا الحلو اختياري، وطبعا 2 سنينات تاع ثوم. راح نخلطوا هذوما كامل، تقدروا تقولوا خضروات مع هذيك الزيت، نخليهم يتقلاو مليح. شوفوا قد ما تقليوا البصل تاعكم قد ما راح تجيكم من بعد هذاك الحشو بنين. نخليه يتقلى بيان على نار تكون ناقصه هكا باش ما يتحرقناش. ومن بعد راح نجيبو البولي اشي، يعني الكميه اللي عندكم. انا درت هنايا قيمه 30,000 شريتها. ومن بعد نضيفها لهذوك الخضروات هذوك، تقدروا تزيدوا اي خضروات تحبوهم انتوما. بعدها راح نضيفوا شويه تاع الكزبر، اكيد من توابل عنتر. راح نزيدوا شويه تاع الكركم، اكيد راح نزيد شويه تاع توابل تاع الشاورما راح نستعمل اليوم، راح يعطيو بنه بزاف مليحه. واكيد مع شويه الفلفل الحل تاني من توابل عنتر.
راح نخلط البولي اشي مليح حتى يتحل يتقلى بيان مع هذاك البصل وكل شيء. بعد ما يطيب لي هذاك البولي اشي راح نزيد له شويه كميه الفرماج، اي كميه تاع فرماج تستعملوها، يعني قد ما ديروا الفرماج مليح تقدروا تعوضوه بالكريمه السائله. انا ما كانتش عندي متوفره، إبا درت لها شويه تاع الحليب مع شويه فرماج وخلطتهم هكا مع تاع المرصوات باه نتحصل على حشو يكون ماهوش ناشف. وأكيد كنت درت الملح من قبل، يعني ما كانش بان في الفيديو، هذا وين تولهت بلي الملح ما كانش مصور، يعني درت كمية قليلة برك مادام دايرة الفرماج. نجيو دركا لاباط تاعنا نديغازيوها نحيو هذاك الخمور، نعاودو ندخلو فيها يدينا مليح كيما راكم تشوفوا راهي طلعت لي ما شاء الله مالغري راهو بارد الحال. راح نديغازيها كيما راكم تشوفوا ومن بعد نلوزوها، يعني لا فيديو وحدها تعبر على كيفية التحضير. درت شوية فرينة في البوطاجي تاعي باش نحط فيه التلويزات اللي حنلوزهم، ونلوزوهم تلويزات صغار، تحبوا ديريهم صغار تحبوا ديريهم كبار. اذا حبيتوا اليقطين يقطين يا اخي تشوفوه دي فوا يجي كبير دي فوا يجي صغير، تقدروا ديروا واحدة صغيرة واحدة كبيرة، يعني هكا باش تبهيو المنظر. انا درت يتسمى عيني ميزاني وجاو بزاف ملاح، تزيد بزيادة راح ديجا راح يخمروا. جبت الفرماج رابي اللي كان متوفر عندي تاع شيدار، وهاي لكم الحشو بعد ما برد، تسمى خليو الحشو تاعكم يبرد شويه. نجيو دركا نبداو باللولة خلاها اللي كنا لوزناها، بداو باللولة ومن بعد نروحوا بشويه بشويه بالتدريج حتى راح ندير شويه تاع الفرينه هكا على السطح اللي حنستعمل عليه، ونقرصها بالقنوط، بصح قرصوها شويه شويه يعني ما هي رقيقه ما هي خشينه، ديجا درناهم صغار ما همش كبار على شكل هكا دائري. ومن بعد نجيبو الحشو، راح ندير حوالي مغرف ونص تاع الحشو باه يجيو معمرين مليح. حاولت هنا نقرب لكم باه تشوفوا الطريقه، وبعدها حنزيد لهم فرماج رابي، ومن بعد نلمو غير بصبعتين يدينا كيما راكم تشوفوا كيما هكا. اذا جاكم العجين زايد تقدروا تنحيوه بالموس ولا بالمقص اللي تستعملوه في الكوزينه. انا كنت نحيت شويه ولميته غير هكا وتخليهم يخمروا، يعني خليهم يخمروا حتى تعمرهم كامل. هذوك اللي من هي راني معمرتهم كامل، حبيت نزيد نعاود معاكم واحده اخرى هكا باه تزيدوا تعرفوا الطريقة مليح. فوالا قد ما تكثروا الحشو قد ما راح يجيوكم معمرين، يعني حاولوا انكم تعمرون من الحشو. يعني بالميزان اللي درتو انا مغرفة ونص راح تجيكم مليحة ومعمرة. شوفوا طريقة سهلة خلا ما تديلكمش الوقت، شوفوا في وقفة توجدوهم، شوفوا كيف لميتهم كيما راكم تشوفوا. تحبوا العجينة هذيك تنحيوها، اذا كانت ماهيش دايرة ما تنحيوهاش. دوكا نروحوا الاولى خلاها اللي كنا عمرناها، راح نجيبوا الخيط هذا تاع الطبخ ونحكمو بيدينا بصبعة يدينا من تحت ونبداو ندورو في الخيط كيما هكا بطريقة سهلة حتى نتحصلوا على يقطينة، ونخليو هكا شوية زيت على الخيط باش من بعد يجينا سهل باه نحيوه ونقطعوه بالمقص. هاي ليكم النتيجة بعد ما درتهم كامل. راح نجيب هذاك البياض بيضة زدتلو شوية تاع الحليب، كما تقدروا تزيدولو شوية تاع القهوة، انا نحب الحليب احسن من القهوة. راح نطليهم كيما هكا كامل ونخليهم يطيبوا على نار تكون ناقصة من التحت ومن بعد شعليهم من الفوق حتى يديو التحميرة كيما راكم تشوفوا. شوفوا جاو ما شاء الله يهبلوا يا البنات. اكيد ما تقدروش تنحيوا لهم الخيط تما حتى يبردوا شويه باه تقدروا تنحيوا لهم، يعني حاولت اني نحي واحده برك باش نعطيلكم كيفاه جات من الداخل. شوفوا كيفاه جات خفيفه ومفرمجه، الله الله ما شاء الله. هذه لاباط نقارديها عندي يا البنات ندير بها كامل المملحات. شوفوا ما من الشكل تاعهم جا باهي اخلاه.
فوالا، إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم وتقرديوها إن شاء الله لرمضان الكريم، ولا تجربوها باه تشوفوا النتيجة نتاعها. بهذا حبيباتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاع نهار اليوم مع وصفة المملحات، وتجربوها وتخليوها لي في لي كومنتير، تهلاو لي في رواحكم واستنوني فيديو جديدة. بلا ما تنساو حبيباتي تخليو لي جيم او كومنتير، هذوما اللي راكم معايا هكا باه يطلع لي لا فيديو ويوصل على نسبة من المشاهدة. ولأول مرة تدخل القناة وتشوف الوصفة تاع نهار اليوم ما تنسيش حبيبتي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس هكا باه يوصلك كل جديد إن شاء الله. ومرحبا بك في لمتنا، في أمان الله وحفظه. سلام.